الطريقه اللي مشي بيها كابتن حسام وكابتن ابراهيم بعد اللي قدموه لنادي الزمالك وقدموه لجمهور نادي الزمالك. لكن انا يعني عايز اقول ان انا راجل زي ما انا قلت، انا متعاقد مع نادي الزمالك وجمهوره وليس مع مدير فني، وايا كانت هويه المدير الفني الجديد. لكن انا راجل الناس كلها تعرف عني ان انا يعني راجل مخلص لنادي الزمالك، وان انا راجل هقدر يعني هعمل اللي انا اقدر عليه ان انا افيد نادي الزمالك في الفتره الجايه ايا كان مين المدير الفني. ف يعني ما فيش مشاكل ايا كان مين المدير الفني، انا راجل موجود وراجل ملتزم بتعاقدي مع نادي الزمالك، ونفس الاصرار ونفس التحدي اللي كان عندي مع كابتن حسام ومع كابتن ابراهيم. لو كابتن حسن شحاته موجود ان شاء الله ما عنديش اي مشكله في القصه دي، وراجل يعني ما فيش اي شك او اي حد يدعو للشك ان ميدو هيرحل عن نادي الزمالك، لان انا لم ارحل عن نادي الزمالك. واكيد ان وجود كابتن حسن شحاته هو يعني ايا كانت ايه الخلافات اللي قبل كده، فالنهارده لو في شعار ممكن اي حد يرفعه ان نادي الزمالك فوق الجميع، فانا برفع شعار نادي الزمالك فوق الجميع، والتعامل مع اي فرد لنجاح نادي الزمالك ونجاح كيان نادي الزمالك والفوز ببطوله الموسم الجاي ان شاء الله ايا كان مين موجود. ميدو بص، انا يعني حاسس من نبره صوتك كده ان فيها نوع من التحدي ليك كلاعب، مش التحدي لحسن شحاته او التحدي لاي، التحدي للاراء، التحدي لمن يريد ان يرحل ميدو عن نادي الزمالك، التحدي لعلاقتك بالكابتن حسن شحاته. في النهايه الاستاذ علاء مذكور قال لي كلمه مهمه جدا، قال ان كابتن حسن شحاته دائما هيكون هدفه مصلحه الفريق، وميدو طالما هو بيعمل لمصلحة الفريق، ميدو مميز في التدريب، ميدو يعني ملتزم، أكيد هيكون نمرة واحد عند كابتن حسن شحاتة. وده ده أسلوب أي مدير فني ناجح، لأن الخلافات خارج الملعب ليس لها علاقة وشفنا مانويل جوزيه كان على خلاف فظيع جدا مع عصام الحضري، وكان أول واحد بيلعب عصام الحضري في التشكيل. خلينا يا كابتن خالد نتكلم الأول في حاجة. ان انا تعاملت مع ناس كتيره جدا في تاريخي في اوروبا، وكنت مختلف معاهم اختلاف كبير جدا، والناس دي كانت بجنسيات مختلفه وبديانات مختلفه، واستطعت ان انا اتعامل معاهم لمصلحه المكان اللي انا موجود فيه. دي نمره واحد. نمره اتنين، انا عايز جمهور نادي الزمالك كله يتاكد ان لا كابتن حسن ولا ميدو اي خلاف بينهم هيكون يعني اي خلاف كان موجود بينهم قبل كده، خلينا نقول ان هو هيقف في طريق نجاحات نادي الزمالك. ان انا عايز اقول ان انا والكلام ده انا بقول لك يعني يمكن اي حد يعني ما فيش اي حد يعرفه، ان انا حصل اتصال بيني وبين الكابتن حسن النهارده، وان احنا اتفقنا ان مصلحه نادي الزمالك فوق اي شيء، وان انا كابتن حسن وعدني بان احنا هنفتح صفحه جديده من اجل مصلحه نادي الزمالك، وانا وعدته بنفس الشيء ان اي خلاف كان موجود في السابق هنرميه على جنب خلينا نقول، وان احنا هنشتغل هو كمدير فني وانا راجل كلاعب احد كباتن نادي الزمالك. ان انا وعدت كابتن حسن ان انا هموت نفسي عشان خاطر نادي الزمالك ياخد بطوله السنه الجايه، وان هو وعدني في نفس الوقت ان هو ما عندوش اي رواسب في وجود احمد حسام في نادي الزمالك كاحد قاده الفريق ومن احد الاعمده الاساسيه للفريق. فالنهارده انا بتكلم معاك يعني كلامي معاك بصراحه ميدو كلام محترم جدا طبعا، لان النهارده بص يا كابتن خالد، النهارده الناس كلها تعلم مدى حبي واخلاصي لكيان نادي الزمالك. فمش معنى وجود الكابتن حسن شحاته رغم ان احنا كان في خلافات قبل كده كتير في منتخب مصر ان احنا يعني الخلافات دي او الروافد دي ممكن تبقى بنسبه حتى 1% ان هي تبقى عائق في ان نادي الزمالك ياخد بطوله السنه الجايه. تمام. لان النهارده كانت خد بالك المصلحه واحده، انت ميدو راجع عايز تجيب بطوله لنادي الزمالك، وحسن شحاته لن يقبل احد ان ياتي حسن شحاته كقيمه وكانت 3 بطولات افريقيا وافريقيه متوسطه ويجي ما ياخدش بطوله مع الزمالك، فالمصلحه رايحه مع بعض. وبالظبط، وكابتن حسن شحاته يعلم تماما
مدى قيمتي داخل الفريق ان انا اقدر اساعد المدير الفني ان هو ينجح. والنهارده يا كابتن خالد، النهارده اهم حاجه اقدر اقول لك عليها. النهارده لو تم استبعاد احمد حسام لايا كانت ايه الاسباب، ايه السبب من الاسباب، عايزك تتاكد ان انا خدت قرار قبل ما اجي هنا وقبل ما اجي مصر ان انا لن العب في اي مكان في الدنيا الا نادي الزمالك. الحاجه الثانيه ان انا حتى لو مش موجود في نادي الزمالك ان انا يعني هبقى يعني سبورتنج او سبورت يعني لنادي الزمالك، هتكون يعني مساعد، عامل مساعد لفريق نادي الزمالك، لفريق نادي الزمالك. فالنهارده حصل اتصال بيني وبين الكابتن حسن. انا عايز اقول قبل موضوع الكابتن حسن، عايز اقول ان انا حزين من الطريقه اللي مشي بيها حسام ابراهيم من نادي الزمالك، وكان لازم مجلس الاداره يضع بلان او خطه لاحترام قيمه حسام ابراهيم طبعا بما انجزوه مع هذا النادي. والنهارده حسام ابراهيم زي ما انا قلت ان هم خسروا الدنيا كلها عشان خاطر نادي الزمالك وجمهوره. فالنهارده انا شايف ان هم يرحلوا بهذا الشكل. ده امر. خد بالك يا ميدو، في ناس شمتانه فيهم بصراحه. والله يا كابتن خالد، احنا النهارده في البلد شايفين ان ايه، ناس شمتانه في بعض وناس بتقول يعني ما قدرناش نعرف، مش قادرين نعرف مين الكويس ومين الوحش ومين اللي عايز مصلحه الكيان ومين اللي مش عايز مصلحه الكيان في البلد كلها، مش في نادي الزمالك بس. تمام. ميدو معلش سريعا كده، هل حصل اتصال ما بينك وبين كابتن حسام ابراهيم؟ طبعا حصل اتصال بين كابتن ايه ردود افعالهم ايه يا كابتن احمد؟ الناس زعلانين يا كابتن خالد. النهارده اي بني ادم بيحب مكانه وبيعشق مكان بيزعل ان هو يمشي منه. فما بالك ان هم يمشوا بالشكل ان هم يمشوا بالشكل اللي هم مشيوا بيه ده. فانا يعني مش عايز اعتب على حد. طب ميدو معلش، عشان انت عارف تعامل الاعلام مع نادي الزمالك بالذات، يعني بالعربي كده، اول ما حسن شحاته، كابتن حسن شحاته طبعا مع حفظ الالقاب، مسك، فابتدت نغمه ميدو هيمشي، ميدو قبليها شيكابالا راحوا فعلوا العقد، العقد باطل وشيكابالا قرفان وعايز يعني انت عارف تعامل الاعلام مع الامور اللي هي مهمه بالنسبه لنادي الزمالك. هل حصل اتصال ما بينك وبين شيكابالا؟ رايك؟ اتفضل كابتن خالد. ما هو بص، موضوع شيكابالا انا قعدت انا وعمرو بيه الجنايني عندي في البيت من 4 ايام، من 5 ايام قبل ما شيكابالا يسافر. تمام. واتفقنا على تجديد عقد شيكابالا بالشكل اللي شيكابالا كان ملتزم بيه وراضي بيه تماما على التجديد لنادي الزمالك. تمام. وفوجئنا بعديها ب 24 ساعه ان نادي الزمالك راح بيوثق العقد القديم. مش بس كده، ده بيخصم قيمه مليون يورو او 990 الف يورو الغرامه اللي كانت على شيكابالا لباوك من قيمه العقد الجديد. فالنهارده انا بتكلم مع شيكابالا، الراجل شيكابالا برضو ما هو اي بني ادم في الدنيا من يعني ايه ما يحبش ان هو يتخان. بالظبط. فالنهارده بعد ما اتفقنا على شكل معين وشيكابالا كان راضي تماما على التجديد لنادي الزمالك، لان هو راجل بيعشق نادي الزمالك. يعني هو ما مضاش للشباب السعودي؟ لا، شيكابالا ما مضاش للشباب السعودي يا كابتن خالد. شيكابالا النهارده كنا اتفقنا معاه ان الراجل هيمضي وهيجدد، واتفقنا معاه على شكل التجديد. طب ميدو معلش، بغض النظر اتخان ما تخانش، العقد القديم العقد الجديد، هل انت حاسس ان شيكابالا ممكن يستمر مع الفريق؟ بص يا كابتن خالد، شيكابالا دلوقتي انا من كلامي معاه، انا لسه بتكلم مع شيكابالا النهارده تاني من البرازيل. شيكابالا زعلان ان ازاي بعد كل اللي هو عمله لنادي الزمالك، وان هو كان من اقل اللعيبه اللي بتتقاضى، يعني اقل اللعيبه اللي يعني شيكابالا النهارده كان عقده 750 الف جنيه في نادي الزمالك يا كابتن خالد. بالظبط. واحنا عندنا لعيبه وحسين ياسر 900 الف جنيه، 5 و6 مليون. وحسين ياسر 900 الف. طيب دلوقتي النهارده، هل النهارده يعني شيكابالا اول حاجه خلينا نتكلم على شيكابالا في حق جمهور نادي الزمالك. مين النهارده من اللعيبه اخلص لنادي الزمالك الموسم ده اكتر من شيكابالا؟ مفيش. مين النهارده؟ هو هداف الفريق وهداف الدوري. طيب الحاجه الثانيه، هل النهارده شيكابالا في يوم من الايام طلع قال انا محتاج ان انا اعدل عقدي؟ لا، ولا عمره قال انا عايز فلوسي، ولا عمره مضى على ورقه عايز فلوسه. عمره.
في الوقت اللي كان فيه 12 لعيب من نادي الزمالك قرروا ان هم يشتكوا نادي الزمالك لاتحاد الكوره وكده وهو رفض. شيكابالا رفض رغم الضغوط اللي عليه من بعض اللاعبين. رفض ان هو يشارك في هذه الجريمه، وانا بقول ان هي جريمه ان لعيبه نادي الزمالك تشتكي النادي في اتحاد الكوره. رفض شيكابالا رفض. فالنهارده بعد ما اتفقنا معاه على عقد وعلى شكل معين ان هو اللي حصل ده ليك، انا فهمت قصدك يا ميدو، بس هل له تعليق على تولي كابتن حسن شحاته؟ كلمك في الموضوع ده؟ لا ما اتكلمناش على كابتن حسن، لكن خلينا كلنا يا كابتن خالد نجتمع. هيكون في حل يا ميدو، اعتقد هيكون في حل. كلنا يا كابتن خالد لازم نجتمع كاولاد نادي الزمالك بالظبط، ان احنا اللي هيجري لمصلحه هذا الكيان وان نادي الزمالك يرجع للبطولات تاني احنا كلنا هنعمله. كابتن ميدو انا بشكرك يا ميدو على مداخلتك، واعتقد وضحت امور مهمه.